كيف كتشوفوا هذا الشلال هذا سميتو شلال بعدان. اخرى اللي كيقولوا لها وادي عنا. كتشوفوا هذا وادي هنايا وسط واحد الطبيعه. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت واحد المنطقه اللي نتوما اللي طلبتوني باش نجي ليها. بزاف ديال التعليقات اللي كانوا كيقولوا لي باش نجي لهذه المنطقه اللي هي مدينه إيب. كتشوفوا دابا وصلنا لواحد المنطقه اللي كيقولوا لها ناقيل سماره. انتم كتشوفوا منظر رائع رائع رائع. شوفوا دابا وقفنا هاد البلاصه هادي باش نوريكم هاد المنظر. حنا دابا غاديين في الطريق. ها نتوما كتشوفوا هنا كله سحاب. هذا كله سحاب اللي كيبان لكم ابيض. كيف كتشوفوا ديك البلاصه اللي صورت لكم قبيله فاش كنا طالعين فوق الضباب، حنا دابا نزلنا فيه. هانتوما ما تيبان والو. هانتوما نقلب لكم الطريق وتشوفوا الطريق كي دايره بالضبط. دابا وصلنا للوطيل، غادي نرتاحوا شي شويه ونخرجوا نتعشاو. المهم علاش ما صورت لكمش؟ حيت وصلنا الاب متعطلين، خرجنا متاخرين. وصلنا الاب في الظلام. المهم غدا ان شاء الله نصور لكم داكشي كلشي ان شاء الله. صباح الخير، صباح النور. اليوم هو نهار الثاني في مدينه اب. المهم غادي نوريكم واحد الحاجه اللي زوينه. باقي الشمس، باقي يلاه شرقت دابا. باقي الدجاج فيه ندى. هانتوما كده تشوفوا على منظر. شوفوا على جلسه كي دايره رائعه 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 بزاف.
الطبيعه والهدوء. عرفتوا هنايا السكات، ما كاينش السكات والهدوء والراحه النفسيه. كتشوفوا هذا الشلال هذا سميتو شلال بعدان. المهم هذا الشلال هذا راه قريب بزاف لوسط المدينه، تقريبا شي اقل من نص ساعه وتوصل ليه، قريب بزاف بزاف. فيه واحد المنظر اللي زوين بزاف. مدينة إب كده تشوفوا مدينة اللي زوينة بزاف بزاف، فيها مناظر اللي زوينة ما شاء الله. الطبيعة ما نقولكمش على الطبيعة اللي فيها. وهذا الشلال هذا كيتعتبر من الأماكن اللي زوينين في إب. يلا خلينا نكتشفوا إب مزيان مزيان. كيف كتشوفوا دابا جينا واحد المنطقة واحدة أخرى اللي كيقولوا لها وادي عنا. كتشوفوا هذا وادي هنايا وسط واحد الطبيعة خلابة. كاينه شي في منطقه هنا غير هذا الواد طالع. ايش موجود فيها طالع؟ هي وادي اكبر من هذا. شوفوا هنايا اذا نمشي نروح له بالسياره، نروح من هنا ولا من وين؟ في الواد ضروري، في الواد مش في الجنب حق الواد، ما فيش طريق نهائي. في طريق هذه بس.